ما بفهم. شما برین تحقیق کنین ببینین هر کدام میتون نفهم بیاین ما شما گم و فعلا علمای حق است به سطح جهان پرسان میکنیم مگر و فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل علم است الحمدلله. علمای حق پیدا میکنیم میگیم می تفسیر به می قسم به می شرحی که ما دادم نه به می تا کفر است اگر گفت آسایی. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا. عندي سؤالان. السؤال الأول: ما حكم الذي يقول المرتدين نسمي المرتدين باسم إسلام اللغوي؟ اسم إسلام اللغوي يعني كيف يكون اسم إسلام اللغوي؟ ما معنى أن تقول إسلام اللغوية؟ ما معنى؟ ما أعرف ولكن يقولون هذا. ما حكمه؟ أسمع أول مرة. هذا اصطلاح جديد. لا هذا يعني ربما يقول أنهم باقين على أصل الإسلام يعني أنهم مسلمون يعني. أما الإسلام اللغة هو الاستسلام هو الانقياد. أما الإسلام في اللغة كما يقول هذا يعني هل هم أهل الكفر أم أهل الإسلام؟ مسلمون أم مشركون؟ هذا ليس فيها ثالثة، إما مسلم أو مشرك. فإذا وقع في الشرك فهو مشرك، إذا ما وقع في الشرك فهو مسلم. أما يأتي بتسمية أخرى فنقول هات الدليل على هذه، ائت بالدليل على أن له اسما ثالثا غير إسلام أو كفر. فالناس إما مؤمنون وإما كفار مشركون. نعم. جزاكم الله خيرا. واستدلوا بآية سورة النساء 136: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فهمتم؟ هذا ضلال، هذا ضال منحرف، هذا ليس عنده فهم، لأن هذه الآية نزلت في اليهود وفي غيرهم من الكفار. آمنوا يا أيها الذين آمنوا بعيسى وبالكتب وبالإنجيل وبالتوراة آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا تمسوا أهل القبلة بصلة، لا تمسوا لأهل القبلة بصلة. وهذا السؤال يعني جاوبنا عليه مرارا بنفس النص. ما القول فيما يستدل بقول الله يا الذين آمنوا آمنوا؟ نقول هذا خطأ، هذا استدلال في غير المناط. الذي يقول بهذا لا يفهم معنى الاستدلال. الذي يقول بهذا اختلطت عليه الأمور. لا ينزل هذا في أهل القبلة. أهل القبلة إما مسلم وإما مشرك. أما يستدل بذلك يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الخطاب هنا لمن؟ للذين آمنوا بالتوراة والإنجيل. الله سبحانه وتعالى يطالبهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا تنطبق على أهل القبلة. كلامه خطأ في هذا. نعم. يقولون هذا أفضل في مصلحة ومفسدة في الدعوة. ما في هذا اسمها مصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة هذه هي التي حددها الله سبحانه وتعالى. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جادلهم بالقرآن، جادلهم بالسنة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما هذا الذي يقول هذا الكلام يقول نحن نحكم عليهم بالظاهر. طيب الظاهر هم أهل الإسلام، وهؤلاء الذين ثبت لهم الإسلام لا يزول هذا الإسلام إلا بناقض مكفر بالقطع واليقين. فإما أن تقول هؤلاء أسلموا ووحدوا، أو تقول هؤلاء أشركوا وكفروا. من كانوا أسلموا ووحدوا فأنت تخاطبهم بالإسلام وتدعوهم إلى التوحيد والثبات على ما هم عليه. إن أشركوا بين لهم شركهم، ما هذا من النصيحة، هذا من الدين. أما تعتقد أنهم أشركوا ثم تخترع لهم اسما وحتى لا تقول لهم قل لهم لا، هذا كله ضلال وانحراف.
أحكام الدنيا تجري على الظاهر من الإسلام والكفر. من قال بالإسلام وظهر منه حكمنا بإسلامه، ويبقى هذا الإسلام حتى ينتقل بناقض مكفر قطعي. أما هكذا الاختراع هكذا، هذا لا يكون أبدا، لا يكون أبدا. وقلنا لهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة، ويقولون نعم. هذا سيأتينا في الشرح إن شاء الله. إن شاء الله سيأتينا في الشرح والبيان إن شاء الله تبارك وتعالى. ويقولون نحن نعرفه بأنه مشرك ولكن نحن نسميه باسم الإسلام اللغوي. هذا عجيب سبحان الله. من قال لك هذا؟ من أمرك بهذا؟ واحد من الداعيين يعني من الجهال. أنا أقول من أمره بهذا؟ من أمره أن يسميه بغير اسمه؟ من أمره بهذا أن يسميه بغير اسمه؟ هل أمرك الله؟ هل أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يفهم فيه. لا نبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. الناس إما كافر مشرك وإما مؤمن مسلم، لا ثالث لهما. أما أن يخترع اسما ويقول مصلحة الدعوة، أنت هدمت الدعوة أصلا. يسمونها بغير اسمها، كالذي يشرب الخمر ويخشى أن يقول له أن تشرب خمر فيسميه مشروبات روحية. أنت ما فعلت شيئا. تسميتك له أنه إسلام حكمي أو مشروبات روحية لا يغير الحكم، أنه شارب خمر وأنه مشرك. لا يغير هذا. سميه بما سماه الله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء شرعية. هذه الأسماء والأحكام هذه أسماء شرعية لابد تتقيد بها. اسم الإسلام والإيمان والكفر والشرك والنفاق والفسق وغير ذلك، هذه أسماء شرعية لابد أن نلتزم بها. نعم. يقولون لو نرى واحد قبوري ونقول يا مسلم أسلم، سبحان الله، وهم كتبوا كتاب في هذه المسألة وينشرون عقيدتهم الخبيثة والعياذ بالله. هذا ليس لنا فقط أن نبين دين الله سبحانه وتعالى بالأدلة، وليس لنا غير هذا، وندعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى بالعلم والرحمة والحلم. هذا الذي أمرنا الله به، غير هذا لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى. نعم. سبحان الله. لا يجوز أن يقول يا رجل أو يا أيها الناس كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أو يا رجل مثلا. أي مشكلة؟ هذا ضلال. البعد عن دائما منهج الاستدلال وقواعد الاستدلال، والبعد عن أهل العلم وكبار العلماء من أهل السنة، هذا يأتي بهذه الأدلة عجيب. كل ما إنسان يخطر على باله فكرة يقول بها، ولا ينتبه أنه يبتلح في دين الله سبحانه وتعالى ويخالف الحق، وهو يظن في نفسه أنه على الهدى. لا يمكن أبدا، هذا لا يمكن. نعم.